السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله اتعلم ازاي تتكلم، واللي بتناقش نطق الكلمات الصعبه اللي بتكون من اقتراحاتكم في الجزء الخاص بالتعليقات تحت الفيديو. والنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ننطق كلمه question، واللي كانت من اقتراح الاستاذه سهى ابو السعود. فالنهارده ان شاء الله هنلبي رغبه الاستاذه سهى ابو السعود وهنتعلم مع بعض ازاي ننطق كلمه question. طيب عشان ننطق الكلمه دي لازم تعرف ان لها نطقين، النطق الاولاني واللي هو موجود في القاموس، والنطق الثاني الموجود حاليا في الافلام او في الشارع الامريكي. وانا هقول لك النطق ده والنطق ده عشان لو سمعت ده او ده تبقى عارف الاثنين وتبقى عارف ايه الفرق بينهم. طيب لو اتكلمنا بقى في النطق الاولاني هنقسم الكلمه لمقطعين. المقطع الاولاني بيبدا بالصوت ك. هتقول لي الله، طب انا عندي هنا الكيو. اقول لك احنا ملناش علاقه بالحروف، احنا لينا علاقه بالاصوات. زي ما اتفقنا قبل كده ان القاموس في وصف الكلمه بيقول لي انطق الحرف ده كده ك. واحنا ان شاء الله هنتعرف على كل الاصوات دي في كورس خاص بيهم في ورشه الصوتيات لقدام ان شاء الله في القناه. فالصوت الاولاني يبقى كده ك. وبعدين يجي صوت الوا، وان احنا لما بننطقه البق بيبقى مضموم على شكل دايره كو. وبعدين صوت الأ اللي بنلاقيه واضح في كلمات زي سات وتان وراد وباد، والصوت ده مفتوح مش مكسور. يعني بقول سات مش ست، وبقول تان مش تن، وبقول باد مش بد، وبقول راد مش رد. اذا الصوت ده مفتوح، اذا هتبقى كده كوا. وبعد كده يجي الليتر اس الصوت بتاعه كده س، فتبقى كواس. وده كان المقطع الاولاني. نيجي بقى للمقطع الثاني بيبدا بالصوت تش، واللي بنلاقيه واضح في كلمات زي chicken او chair. هتقول لي الله، طب انا عندي حرف التي برضه نفس الفكره. هقول لك ما احنا مالناش علاقه بالحروف، احنا لينا علاقه بالصوت، والقاموس بيقول لنا الصوت ده هننطقه كده تش. فالمقطع الثاني بيبدا بالصوت ده تش، وبعدين الشوا وبعدين الان. فالمقطع الثاني يبقى كده تشن. يبقى الكلمه على بعضها كده question على بعضها question. نيجي بقى نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي نقطة الاسترس. الاسترس هنا على المقطع الأولاني، بمعنى إن المقطع الأولاني هو أقوى وأوضح وأطول في الفترة الزمنية من المقطع الثاني، أو بمعنى أدق النغمة بتنزل لتحت، بتبدأ قوية وبتنزل لتحت. question ده question. طيب ده كان بقى بالنسبة للنطق الأولاني. بالنسبة للنطق الثاني واللي شائع في الأفلام أو في الشارع الأمريكي، هما بيحذفوا الحرف الأس وبينطقوا بدل منه ش، فتبقى كده question. ولكن النطق ده مش رسمي، والنطق الأولاني هو الأدق والأفضل اللي أنت المفروض تتعلمه. طيب تعالوا بقى نستخدم الكلمة دي في جمل. لو عايز أقول لواحد أنا عندي سؤال، فأقول له كده Hey I have a question. طيب لو عايز أسألكم بقى هل عندكم أسئلة أو هل عندك أسئلة، فأقول لك Do you have any questions؟ طيب لو عايز أقول لواحد ممكن أسألك سؤال، فأقول له Can I ask you a question؟ دورك بقى أنت تنطق الكلمة دي. Yeah great job question. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى اكون ساعدتكم ولا بجزء بسيط انكم تحسنوا الانجليش بتاعكم. ولو عندكم اي كلمات صعبه في نطقها اكتبوها لنا في الكومنتس تحت الفيديو، وان شاء الله اكتر كلمه هتاخد تصويت هي هتبقى موضوع الحلقه اللي جايه. وانا اول واحد هستخدم الكلمه دي، فاقول لكم if you have any questions let us know in the comment section below, and thank you for watching guys. Take care and don't forget comment, like, share. See you later.